السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. متابعة لسلسلة البدائل الرخيصة والفعالة. النهاردة هنعمل سيرم فيتامين سي وكريم فيتامين سي، وهقولك على طريقة تستخدميه بيها ولا أروع من كده. هيجيب معاكي نتيجة نضارة وشد بشرة وبشرة لمعة وملبن وسيراميك، وهتشوفي وجربي تحدي الأسبوع وقولي لي ايه رأيك. الموضوع مش مكلف بالنسبة لك خالص. كل اللي احنا عايزين قشرتين برتقان او يوستفندي زي دول كده، هتغسليهم كويس وتحطهم لي في المطحنه. تمام كده. هنعصر، هنضرب قشر البرتقان كويس جدا جدا جدا. بعد كده نصفيه. عايزين نعمل الكريم في الاول. لكل معلقه عصير برتقان معلقه جل صبار وكبسوله فيتامين اي. تمام. يعني لو عملنا العلبه بتاعتك النظيفه المعقمه دي، هتحطي فيها 3 معالق عصير برتقان، هتحطي عليها معلقتين 3 معالق جل صبار، وتحطي عليهم كبسولتين فيتامين اي. تمام كده. وتقلبي كويس جدا جدا، وتحطيه في برطمان معقم او العلبه المعقمه، وتشيليها في التلاجة وتستخدميها كل ليله على بشره نظيفه. لازم بشرتك تكوني عامله لها سكراب كويس عشان تتهيأ لاستقبال الفيتامين سي. تمام كده. ده عملناه كريم. لو عايزه السيرم فيتامين سي، نفس القشرتين البرتقان دول هتحطي عليهم ايه بقى؟ هتحطي عليهم برضو معلقتين ميه الورد، و3 معالق جريسلين، ونص كوبايه ميه دافيه. تقلبي كويس جدا جدا وتفرميه كويس جدا جدا جدا، وبعدين تصفيه وتضيفي على الخليط ده 3 معالق جل صبار. وعايزاه ملمسه بقى زي السيرم بالظبط. ممكن تخففيه بايه بقى؟ تخففيه بالجريسلين مخلوط بالميه او بميه الورد. تمام كده. يعني انت عارفه ملمس الكريم من ملمس السيرم، وكل واحد في الاخر اللي هيتفضل منك اللي هو القشور او التفل اللي احنا صفناه ده، هتحطي لي عليه معلقه قهوه ومعلقه سكر، وتحطيه في علبه معقمه وتعملي بيه سكراب على ايديكي وركبك واكواعك. هتلاقي النتيجه حلوه جدا 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 جدا. عايزه تخلي فيتامين سي ده يبقى يخليكي في حته تانية خالص؟ تعالي اقولك هتعملي ايه. هتبخي لي بشرتك ميه ورد، وبعدين تحطي كريمك المرطب، وبعدين تحطي السيرم فيتامين سي، وبعدين تحطي الميكس اللي احنا عاملينه بتاع الهيلورونيك اسيد اللي هو الميه المقطره والجريسلين. قولي لي ايه الجمال والنضاره دي. الفيتامين سي هتحطي الهيلورونيك اسيد بعده، هيقفل على البشره. والهيلورونيك اسيد او الجليسرين اللي احنا عملناه ده زي المغناطيس كده، بيلم الرطوبه كلها، بيجمع الترطيب، وبيجيب الميه كلها من الجسم يخزنها تحت الجلد، ويخلي بشرتك ملبن. فما بالك بقى لو انت حاطه فيتامين سي، هتلاقي بشرتك نضره وناعمه. ومش عايزه اقول لك السكراب اللي احنا عملناه او التفل اللي احنا عملناه، لو حطيت عليه معلقه سكر زي ما قلت لك، ومعلقه بن او معلقه نشا او معلقه عسل، ايا ما كان، اهم حاجه القشور البرتقال لو استخدمتيها لوحدها اصلا وفرجتي بشرتك بيها كده باي حاجه تشيلها، لو بذور كتان مطحونه معاها، بالمهم تبقى ايه، ما تبقاش لوحدها عشان ما تبقاش سايله، او نشا او دقيق او حمص او ترمس مطحون. كل الحاجات دي عايزه حاجه حبيباتها طريه، ما تبقاش خشنه قوي، عشان تنظف البشره بعمق وتخلي بشرتك لمعه. هتقبض المسام وتقلل من افراز الزيوت والدهون، وتخلي بشرتك لمعه وزي بشره الاطفال تماما. لازم السكراب علشان بشرتك تبقى حلوه، او استخدمي الغسول اللي احنا استخدمناه. عايزه اقول لك تحطيه على ايديكي وعلى رقبتك وعلى وشك، وبعدها ترطبي كويس جدا جدا زي ما قلت لك بكريمك المرطب، وعليه جزء صغير جدا من الفازلين، وتكوني منديه بشرتك بميه ورد، او بالهيلورونيك اسيد اللي احنا عملناه اللي هو نسبه مثلا من 5 ل 25% جليسرين الى ميه مقطره. تمام. هو ده الهيلورونيك اسيد. واقفلي على كده. حطي الجريسلين او الفازلين على شفايفك، وحطي بعدها السيرم الفيتامين سي، وبعدين رطبي بالبيبانسين، وقولي لي ايه رايك. هتلاقي حرفيا شفايفك بقت ملبن وبشرتك كلها بقت ملبن. موضوع بسيط وسهل جدا جدا. جربي. يلا اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وعايزه اقول لك ان الفيديو بتاع بكره قنبله فيلر، ده ان ما نزلش النهارده كمان ساعه، بس بتهيألي مش هقدر اعمل لكم فيديوهين في اليوم يعني. يبقى بكره ان شاء الله انتظروا الفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.